السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبيعي في وقت الأزمات إن الناس لما بيكون عندك مشكلة في الجنيه أو في العملة، الناس بتتجه إنها تحافظ على الفلوس من التضخم في الأصول. ممكن حد يحط فلوسه في عربية أو في عقار أو في تجارة أو في الذهب. الفترة دي لا صوت يعلو فوق صوت الدولار والذهب، وإيه اللي بيحصل؟ والسؤال المهم، أشتري دلوقتي ولا بعد العيد؟ وايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ واللي دايما بنسمع ان عام 2023 هو عام الذهب. وليه لم يتم تحريك سعر الصرف لحد دلوقتي، او التعويم؟ ليه ما حصلش تعويم زي ما الناس بتحب تقول، مع ان كان المقرر لصندوق النقد في 15 مارس اللي فات انه هيتم التعويم وما تمش؟ طب سؤال تاني، الفترة دي لو انا بضارب في الذهب، ابيع ولا اشتري؟ احداث كتير حصلت الفترة دي محتاجة توضيح، ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم. أحداث كتير حصل الفترة اللي فاتت أثرت على سعر الذهب عالميا، خلته مرة فوق ومرة تحت. والفيديو اللي فات كنا واقفين عند ان في بيان معدلات التضخم الأمريكية كان هيطلع يوم الأربعاء 12 إبريل. كانت النتيجة انه طلع إيجابي للذهب وسلبي للدولار. كان المتوقع انه يطلع 5.2%، لكن جت النتيجة عكس كده وطلعت 5% بس. وبعد ما طلع البيان شفنا عيار 21 علشان أثر في الذهب إيجابيا، شفنا عيار 21 بقى 2250 جنيه للجرام الواحد. في نفس اليوم الأربع ده الساعة 8 كان في محضر الفيدرالي الأمريكي، وبعد ما طلع اختلفت الآراء. جزء اختار انه يثبت الفايدة في الاجتماع اللي جاي، وجزء اختار انه يرفع 4% في اجتماع يوم 3 مايو اللي جاي. ده اللي خلى سعر الذهب شفناه بعد المحضر ده 2300 جنيه لعيار 21 للجرام الواحد. ده اللي خلى الذهب زاد يوم الأربع اللي فات، بجانب ان احنا عارفين ان في طلب على الذهب الفترة دي، وطلب قوي كمان. ليه؟ علشان ده موسم أعياد وموسم جواز وخطوبة. الذهب دلوقتي لما بيطلع عالميا بيطلع معاه محليا، طب لما بينزل عالميا ما بينزلش محليا. الناس مستغربة، طب ليه؟ لأن الفترة دي فترة موسم، عشان خاطر عرض وطلب، والطلب على الذهب كتير، علشان كده ماسك في سعره ومثبت فيه. في حالة عدم ثقة عند المصريين في الجنيه المصري الفترة دي، وده اللي مخلي قطاع كبير جدا اتجه ناحية انه يحط فلوسه في ذهب، وده من ضمن اكبر الاسباب اللي مخليه سعر الذهب عالي الفترة دي. طيب ليه ما تحركش سعر الصرف، او ليه ما تمش التعويم اللي المفروض كان يحصل في 15 مارس اللي فات؟ علشان يحصل تعويم لازم يتم ضخ سيولة دولارية في البنوك علشان تسد الفجوة الدولارية ما بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وده هيحصل قريب علشان خاطر الامور تستقر. طب الناس بتقول ان بعد التعويم الدنيا هتغلى. ايه الصح؟ العقود الآجلة للدولار بقت مسعرة على 42 جنيه وواحد من 10. طب لما يتم التعويم، المتوقع في التعويم ان التعويم هيبقى في البنك ما بين 33 و 35 جنيه، وممكن يكون في سوق سودا ب 36 جنيه. طبيعي انه يحصل انخفاض من 42 لحد 36 و 37. ما ينفعش يفضل ان انا اكون معوم النهارده ويفضل هو نفس السعر، ما ينفعش. علشان خاطر كده لازم يكون في على الاقل سيوله دولاريه في البنك، لكن ما ينفعش اعوم وبعد ما اعوم برضو السوق السوداء تفضل مسافره، ما ينفعش. امال انا بعوم ليه؟ على الاقل ولو مؤقتا لحد الدفعه اللي جايه في شهر 9 15/9 برضو 2023. طب السؤال المهم، اشتري دلوقتي ولا بعد العيد؟ لو انت هتشتري والذهب هيقعد معاك سنة فيما فوق، اشتري، انت كده كده بتحفظ فلوسك من التضخم. طب لو انا هشتري وهيقعد معايا اقل من السنة، يبقى هنجزأ مراحل الشراء. اول ما تحس ان في نقطة انخفاض اشتري عندها بجزء من فلوسك، واستنى شوية. اول ما تحس ان في انخفاض تاني برضو اشتري، علشان تقدر تعمل لنفسك متوسط سعر. طب لو انت بتضارب في الذهب، ما انصحش بالشراء في الفترة دي. الفترة دي جني ارباح، مش فترة شراء. ممكن نستنى لحد ما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه بعد العيد. وتعالى اقول لك على معلومة مهمة جدا. طيب خد بالك بقى
من اللي هقوله لك ده ان في رمضان السنة اللي فاتت كان عيار 21 مسجل يوم 30 ابريل، وده في اخر رمضان كان عامل 1120 جنيه للجرام الواحد، وفي شهر 6 نزل ل 990 جنيه. ده كان خلاص موسم الأعياد خلص والدنيا اتشبعت وكل اللي عايز يشتري كان اشترى. بس في نقطة خلي بالك منها، ان الفيدرالي السنة اللي فاتت كان داعم للدولار وكان عمال بيرفع سعر الفايدة. السنة دي هو أقرب من أي وقت فات إنه يثبت، لا وكمان إنه يخفض، وده هيأثر على سعر الذهب عالميا. وعلشان خاطر كده كل المحللين والخبراء كانوا شايفين إن عام 2023 هو عام الذهب. طيب الدنيا رايحة لفين؟ الدنيا بعد العيد توقعي ورأيي الشخصي إنها رايحة لانخفاض، وشوية الدنيا هتستقر علشان الطلب المتزايد الفترة دي هيكون قل، ولو حصل تعويم الدنيا برضو هتهدى أكتر ولو بشكل مؤقت، ولو تم ضخ سيولة دولارية الدنيا برضو هتهدى وتستقر. الأحسن إن احنا ممكن نشتري بعد العيد ايا كان الاسعار ايه، بس يكون عدينا الموجة دي، واي وقت انخفاض استثمره واشتري فيه علشان تقدر زي ما قلنا تعمل لنفسك متوسط سعري. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واي حد عنده استفسار او كومنت يسيبهولي وانا هجاوب عليه. سلام.